السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماع لجنة حقوق الأطفال. وزارة التعليم تبحث برامج العام 2025. تكريم الرياضيين في الإقليم الجنوبي. بوتين يؤكد استعداد روسيا لمواصلة دعم أفريقيا الوسطى. توقيع اتفاقية تاريخية بين أوكرانيا وبريطانيا. الاقتصاد الصيني يتفوق على التوقعات في العام 2024. ألقى وفد إريتريا كلمة أمام اجتماع 98 للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف 14 من يناير الجاري. وقال الوفد في كلمته أن احترام وتعزيز حقوق الطفل في إريتريا هو حجر الزاوية في توجهاتها السياسية ومعتقداتها، مشيرا إلى أن القوانين في إريتريا تمنع كافة أنواع التمييز ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الحرية والضمان بغض النظر للعمر والجهة وغيرها، وتبذل الجهود الجادة للقضاء على الممارسات الضارة بالأطفال والمرأة. وقال أنه إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الطفل والمرأة العاملة على مستوى البلاد قد تم إنشاء 6 لجان على مستوى الإقليم و67 على مستوى المديريات و701 على مستوى إدارات الضواحي. وأضاف عقد سيمينارات وورش عمل تنويرية وتوعوية في وسائل الإعلام لترسيخ حقوق الطفل والمرأة، حيث تم في العام 2024 وحده عقد سيمينارات شارك فيها حوالي 317 ألف شخص، في أكثر من 50% منهم من الإناث. وذكر إنشاء لجان من القرى واتحادات المرأة والشباب والطلاب في جميع الأقاليم لضمان الحقوق والسلامة والاستخدام المتساوي للموارد والفرص للأطفال ذوي الإعاقة. واختتم الوفد الإريتري كلمته بالإشارة إلى أن استثمار إريتريا الضخم في صحة الطفل وتعليمه أدى إلى تغطية التحصين بنسبة 95%، وإنجازات كبيرة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة لإيدز والملاريا والولادة في المرافق الصحية. كما بلغ معدل المشاركة في التعليم الابتدائي حوالي 82%، وارتفاع معدل المحو الأمي على الصعيد الوطني من 20% إلى 80% خلال 30 عاما. عقدت وزارة التعليم اجتماعا يومي 16 و17 من يناير الجاري في أسمرة لتقييم البرامج المنفذة في العام 2024 بالنظر إلى الخطط الموضوعة. وفرضت التقارير بأن برامج التعليم في وسائل الإعلام أصرت تحسنا نسبيا، وتجهيز الكتب والمواد التعليمية في الوقت المناسب والعمل الجاد على أنشطة التوعية الموجهة للطلاب وتقديم التعليم والتدريب التقني والمهني بانتظام، والقيام بأنشطة المراقبة والتقييم. وحول أوجه القصور أفاد الاجتماع بأنه يتضمن عدم تنظيم أسبوع الطلاب الوطني وتوزيع أجهزة الكمبيوتر والمعدات المرتبطة بها في الأقاليم والمكاتب، وذلك بسبب إشكالية النقل والتجهيزات وعدم تجميع القرى ونقص القدرات البشرية. وأشار الاجتماع إلى أن خطط العام 2025 تتضمن تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ وتعزيز وتوسيع برامج تعليم الكبار وإجراء مساحات للمناهج والكتب المدرسية وتركيب معدات الطاقة الشمسية في المدارس الريفية وغيرها. ودعا المشاركون إلى تقييم جدي لاختبار الطلاب للعلوم الاجتماعية والاهتمام بتوظيف الموارد البشرية والنظر في تلف معدات مراكز التدريب المهني وتوسيع مراكز تقييم الطلاب وإنشاء مدارس مهنية جديدة مجهزة بالمعدات والمناهج الحديثة وحل نقص معلمي اللغة الأم وتنظيم دورات تدريبية منظمة ومنتظمة. وقال ممثل وزير التعليم السيد بطرس هيلماريان في الاجتماع
أن هنالك أمل مع العام الجديد في تحسن الوضع الذي يعيق أنشطة التعليم، ودعا إلى العمل المنسق لمعالجة نقاط الضعف لدى الطلاب في مادة الرياضيات وتعزيز حماية البيئة بالتعاون مع الشركاء وإصلاح الثغرات في الهيكل الإداري. قدمت إدارة الإقليم الجنوبي ميدالية أيرو الإقليمية وجوائز مالية تشجيعية ل33 رياضيا في ألعاب القوى وسباق الدراجات حققوا نتائج مميزة في العامين الماضيين داخل وخارج البلاد. كما قدمت الجوائز في المناسبة التي جرت في 15 من يناير في منفرة للمدربين والرعاة المساهمين في تطور الرياضة والمديريات التي قامت بدور استثنائي لرفع الإيرادات الرياضية. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد أبراهام يوهنس أن ميدالية إيرو تهدف تشجيع الرياضيين المميزين وخلق المنافسة بين الرياضيين. وقد حصل على ميدالية إيرو من الدرجة الأولى العدان عوض هبتة وركبة هبتة سلاسة والدراجات سوزان في الساية وبيتي الفريم وناردوس سقاي وحاز العدا سامسون أماري على ميدالية إيرو لفوزه في ماراثون شانغهاي وأكرا وأبو ظبي ونصف ماراثون فنقل. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتة سباسين في الكلمة التي ألقاها بأن تنشئة الرياضيين أكفاء يتبعها الإقليم حققت نتائج مرضية، مؤكدا على العمل لاستكشاف القدرات الرياضية الكامنة وتقوية الفرق الرياضية. قدمت ميدالية إيرو الإقليمية لأول مرة في العام 2022. تجرى الاستعدادات في إقليم عنسبة لإجراء انتخابات مدتها 3 أسابيع اعتبارا من الأول من فبراير لتحل محل مدراء المديريات والمدراء التنفيذيين والأعيان الذين انتهت فترة خدمتهم البالغة 3 سنوات. وأوضح المدير العام للإدارة والمالية العقيد كوبرو من رأيه أنه تم شرح الطريقة الانتخابية والشروط إلى جانب الاستعدادات الجارية منذ شهر لضمان حسن سير الانتخابات المقرر انعقادها في 91 إدارة ضاحية. وأكد أن فروع المؤسسات الحكومية في الإقليم والجبهات والاتحادات الوطنية تعمل معا لإنجاح العملية الانتخابية. وأضاف أن الحد الأدنى لسن الناخبين هو ما فوق 18 عاما، والحد الأدنى لسن المنتخبون هو أكثر من 25 عاما، ويفترض أن المنتخبون يتميزون بوطنيتهم وتفانيهم لخدمة شعبهم. وذكر العقيد كوبروم أنه من المهم ضمان مشاركة المرأة في المناصب وحث الشعب على انتخاب من يستطيع خدمة البلاد بشكل وطني ونزيه. تبرع موظفو المكتب المركزي للأمن القومي وموظفو شركة ساوة للإنشاءات وملاك سيارات الأجرة بالدم يومي 16 و17 من يناير، مما مكن بنك الدم من جمع 173 وحدة دم. وافد المديران التنفيذيان لجمعية ملاك سيارات الأجرة بالإقليم الأوسط السيد منجستاب أباي والسيد يتبارك خيلي أن أعضاء الجمعية يتبرعون بالدم بشكل جماعي للمرة 12، وأن موظفو شركة ساوة للإنشاءات يتبرعون بشكل جماعي للمرة 3، وأن موظفو المكتب المركزي للأمن القومي يتبرعوا ب31 وحدة دم في المبادرة التي قاموا بها في 13 من يناير الجاري. وأضاف منسق التنظيم والحملة بالجمعية الوطنية للمتمرعين الطوعيين بالدم السيد قبرا يوناس قبرة تنسيه أشاد ببرامج المتبرعين بالدم الطوعية بالإقليم الأوسط، وحث المؤسسات الأخرى على أن يحذوا حذوهم ويضمن استمراريتها. ووفقا لوثائق بنك الدم الوطني أنه تم التبرع بأكثر من 16,000 كيس دم من قبل المتبرعين الطوعيين بحلول العام 2024. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لجمهورية أفريقيا الوسطى. وجاز خلال اجتماع الرئيس الروسي في موسكو مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى
فوستين تودير الذي وصل إلى روسيا في زيارة رسمية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية. كذلك كشف الرئيس الروسي عن نمو ملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين، وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى قد ارتفع بنحو 8 أضعاف خلال العام الماضي. من جانبه أعرب الرئيس تودير عن امتنانه لروسيا، مؤكدا رغبة بلاده في جذب الاستثمارات الروسية إلى القطاع الزراعي في جمهورية أفريقيا الوسطى. وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، ووقع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفاقية شراكة ل100 عام بين البلدين. تأتي هذه الزيارة وهي الأولى لاستمرار منذ توليه منصبه في يوليو من العام الماضي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم أوكرانيا، وتشمل المعاهدة مجالات الدفاع والعلوم والطاقة والتجارة، حيث تعهدت بريطانيا بتقديم 40 مليون جنيه استرليني إضافية لدعم التعافي الاقتصادي لأوكرانيا. وتعد لندن من أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا، حيث قدمت مساعدات عسكرية ومدنية بقيمة 12.8 مليار جنيه استرليني منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل 3 سنوات، كما قامت بتدريب أكثر من 50,000 جندي أوكراني على الأراضي البريطانية. أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد الصين نما بنسبة 5% العام الماضي، وهو ما يلبي هدف النمو السنوي للحكومة بنحو 5%، ويتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد بنحو 4.9%. وكانت وتيرة النمو البالغة 5.4% في الربع الرابع هي الأسرع منذ أوائل العام 2023. وكشف صناع السياسيون الصينيون عن مجموعة من تدابير التحفيز منذ سبتمبر من العام الماضي لإحياء النمو المتعثر، وتعهدوا ببذل المزيد هذا العام، حيث من المقرر أن يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي اقترح فرض تعريفات جمركية باهظة على السلع الصينية إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل. أدى هطول الأمطار الغزيرة لحدوث فيضانات واسعة النطاق واضطرابات كبيرة في بلدات عدة بجنوب البرازيل. وقد شهدت بليانورو هطول ما يقارب من 6 سنتيمتر من الأمطار، وهو ما تسبب في حدوث اضطرابات كبيرة وإغلاق الطرق. كما تعرض مركز تسوق لأضرار جسيمة وأغلق نتيجة للفيضانات. وأنقذت فرق الإنقاذ عائلات من الفيضانات في مدينة فلورنيس بوليس بجنوب البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة على عدة مدن في ولاية سانتا كاترينا. ونبهت سلطات السكان المحليين توخى الحذر من الانهيارات الأرضية. تذكير بالعناوين مرة أخرى. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع لجنة حقوق الأطفال. وزارة التعليم تبحث برامج العام 2025. تكريم الرياضيين في الإقليم الجنوبي. بوتين يؤكد استعداد روسيا لمواصلة دعم أفريقيا الوسطى. توقيع اتفاقية تاريخية بين أوكرانيا وبريطانيا مدتها 100 عام. الاقتصاد الصيني يتفوق على التوقعات في العام 2024. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.